أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن البريكول أو الترجمة القريبة منها يعني بالعربي القصة المسبقة. هو الكلمة بريكول دي على طول بنسمعها كتير لو في حد مثلا يعني بيقرأ أخبار إن مثلا في فيلم جديد هيتصور أو مسلسل جديد هيتصور أو هينزل مسلسل أو هينزل فيلم جديد، ويقول لك ان الفيلم ده بريكول للفيلم اللي قبليه. هو ايه اصلا يعني ايه بريكول دي وايه الكلام الغريب ده؟ هو ايه معناه؟ طيب انا هقول لك معناه. البريكول هي القصة المسبقة للعمل الاصلي. يعني ايه؟ يعني هو عمل بيدور احداثه في وقت قبل العمل اللي احنا كلنا شفناه. بالراحة كده هجيبها لك في مثال. يعني مثلا خلينا نقول مثال، عندنا فيلم زي لورد اوف ذا رينجز، سلسلة لورد اوف ذا رينجز. حلو، خلاص لورد اوف ذا رينجز اتعمل وخلص وتمام. جه بعد كده سلسلة افلام تانية اسمها ذا هوبت. السلسلة كلها على بعض كانت قصة بتدور احداثها قبل احداث لورد اوف ذا رينجز. ده مثال من الامثلة. يعني هي قصة اتقدمت بعد العمل اللي كلنا شفناه، ولكن لو حسبناها بالجدول الزمني كده، جدول الزمني للأحداث، هنكتشف ان ذا هوبت كان جه الأول، بعد كده بقى جت لورد اوف ذا رينجز بعدها، الحكاية بتاعت لورد اوف ذا رينجز بعد كده. ده مثال من الأمثلة. في مثال تاني برضو، مسلسل جيم اوف ثرونز، مسلسل مفيش حد ما بيتفرجش عليه. جيم اوف ثرونز خلص، جه بقى مسلسل تاني وهو ده بقى اللي شغال دلوقتي، هاوس اوف دراجونز. هاوس اوف دراجونز ده هو قلنا عليه قبل كده ان هو عامل مشتق، صح؟ هو مشتق انه ملوش دعوه بالاحداث بتاعت جيم اوف ثرونز، ولكن بالنسبه لجيم اوف ثرونز هو بريكول. يعني ايه؟ يعني قصه حصلت قبل احداث جيم اوف ثرونز ب100 سنه او اكتر من 100 سنه. طب سؤال بقى، هو ليه اصلا البريكول ده بيتعمل؟ يعني ليه بيتعمل بعد العمل الاصلي؟ يعني طب ما اللي هو ممكن نمشي بالترتيب، يعني العمل ده وبعد كده يتبعه العمل الفلاني، يعني ليه الحكمه؟ نفهم ده بقى. الفكرة كلها ان هو بيبقى عايز يستعرض الشخصيات، او عايز يستعرض حاجة معينة او تفصيلة معينة ويحكيها لك على اساس انها ليها تفاصيل كتير فمحتاجة انها تتحكي. زي مثلا ايه؟ زي مثلا كان في ستار وورز، سلسلة كبيرة جدا من الافلام اتعملت، في منها اتعمل بريكولز كده علشان تتفهم القصة. زي في اتعمل 3 اجزاء، انا مش متذكر الاسامي بالظبط. كان في فانتوم مانس، كان في معرفش. هما 3 اجزاء، في جزء كان سنة 99، جزء تاني وتالت كانوا في بدايات الالفينات. انا اسف طبعا مش متذكر الاسامي الاجزاء دي، لان ستار وورز اجزاءه كتير والمسميات بتاعت الاجزاء كتير جدا فبتقع مني. المهم يعني ان الثلاثيه دي كانت بريكول للاحداث بتاعه الافلام اللي قبلها، اللي اتعملت قبلها، علشان عايز يتكلم على دارث فيدر، تفاصيل فلان، شخصيه معينه، فلان ده ايه اللي خلاه ان هو يبقى دارث فيدر. طب خلينا اجيبها لك بمثال ابسط عشان برضو ايه، انت اكيد مش هتبقى فان لستار وورز، يعني اللي سامعني ده ممكن تبقى فان لحاجه تانية، فهجيب لك كذا حاجه كده هقولهم لك يعني برضو عشان اوصل لحته كده، يعني احاول ان انا اجيبك منها. في عندك ايلينز، كان في فيلم ايلينز اللي اتعمل ريدلي سكوت، عمله في نهايه السبعينات او في الثمانينات تقريبا، ما بين السبعينات او الثمانينات كده، الجزء الاول. جم بعد كده في 2012 نزل فيلم اسمه بروميثيوس. بروميثيوس ده بقى هو ده البريكول، وهو ده لو اتحسب بالجدول الزمني فهو اول فيلم فتح العالم بتاع Alien. البداية بقى كانت من بروميثيوس لو اتحسبت بالترتيب الزمني، على الرغم ان في فرق سنين كتير ما بين فيلم Aliens وما بين فيلم بروميثيوس. ان هو جايب بروميثيوس ان هو ده كان البداية بتاعت القصة بتاعت الالينز، وانه يعني بيشوفوا الكوكب اللي عايشين فيه الالينز ده. وبعد كده بقى فيلم Aliens بقى، وان جاب لك انه بعد كده فيلم Aliens ده بقى هو ده بقى اللي كان فيه الصراعات كلها اللي ما كانت ما بين الالينز
والبشر، والفكرة بتاعت ان الالينز، واتولد يعني بعد كده فكرة الالينز ان هم عايزين يحاربوا البشر، وان هم عايزين يحتلوا العالم ويحكموا الارض، والقصص يعني اللي هي يعني معروفة وبتستخدم الى الان في افلام الخيال العلمي. في عندنا برضو سلسلة افلام هاري بوتر. طبعا هما كانوا 8 افلام، 7 اجزاء، الجزء السابع كان مقسوم نصين، فكانوا 8 افلام يعني في السلسلة. في بقى جت بعدها سلسلة فانتاستيك بيستس، ودي ان الاحداث بتاعتها انها كانت قبل احداث هاري بوتر بسنين كتير. هو بس كان الهدف منها ان هو عايز يعني ان هو يرجعك تاني للعالم بتاع السحر، بس في نفس الوقت عايز يستعرض تفاصيل في النص كده، تفاصيل اكتر عن مدرسة هوجورتس وعن وزارة السحر. وطبعا بالنسبة للناس اللي قرت الروايات كلها بتاعت هاري بوتر، انه برضو ابتدى يستعرض قصة الحرب السحرية. الحرب السحرية اللي حصلت، كان في كذا حرب حصلت. في الحرب اللي هي حصلت في احداث فانتاستيك بيس، والحرب السحرية التانية اللي حصلت في الوقت بتاع هاري بوتر وفولدمورت، اللي كانت في الاخر جزء خالص من هاري بوتر. طب بالمقارنة كده، البريكول ايه الفرق بينه وبين السبين اوف وبينه وبين السيكول؟ طيب خلينا نحطه كده في مقارنة الاول مع السبين اوف هنتكلم فيه. بالنسبة للسبين اوف مفيش فرق بينهم، هي مجرد ان القصة كلها انه ممكن عايز يستعرض تفاصيل مربوطة بالحدث الاصلي او الحدث الرئيسي، ولو بنسبة ممكن ما يبقاش ليها علاقة خالص، ومجرد بس انه عايز يقدم الشخصية نفسها اللي موجودة وبيجيب لك قبل الاحداث مثلا. وانه بس النقطة الوحيدة ما بين السبين اوف والبريكول زي ما قلت ان البريكول هيبقى مربوط بنسبة كبيرة بالقصة الاصلية، لكن السبين اوف مش هيبقى مربوط بيه خالص، لان السبين اوف هو مشتق من العمل الاصلي او الاساسي، او مفصول عنه. يعني السبين اوف ده مهما يقدم من احداث مش هيبقى ليه دعوة خالص باحداث العالم السينمائي للعمل نفسه لو موضوع معمول على سينماتيك يونيفرس. لكن لو بريكول، البريكول هيبقى ليه اكيد تأثير، او هيبقى مربوط على الاقل برحلة الشخصية دي نفسها، بما ان هيتعمل عليها اجزاء كتير، فطبعا بنشوف رحلة البطل يعني عاملة ازاي واخبارها ايه. طيب لو قارناه بقى بين السيكول، لا هنلاقي هنا بقى في اختلاف. البريكول زي ما قلت هي قصة مسبقة، لكن السيكول هي قصة متبعة. يعني ايه قصة متبعة؟ يعني هي قصة بتكمل على القصة بتاعت العمل اللي كلنا شفناه، اللي هو الجزء التاني من العمل الاول. في اكيد احداث بتكون تفاصيلها طويلة، فممكن ما تتحكيش كلها في فيلم واحد، فبيتعمل عليها جزء تاني كامتداد بقى للاحداث دي. او في حاجة تانية ودي برضو ممكن بيلجأ ليها، ان انا خلاص انا ممكن حكيت كل حاجة في حاجة واحدة، في حتة واحدة. طب انا هعمل ايه بالجزء التاني؟ الجزء التاني ممكن بقى اقدم حاجة مختلفة، حدث جديد، قصة مختلفة تماما بتحصل. طب سؤال، البريكول ده بيستخدم فين بقى؟ ممكن يستخدم في الافلام، يستخدم في المسلسلات، ده حاجة بديهية. الحاجة التانية ان ممكن يستخدم اقصد في كل حاجة. هو على فكرة هو مش مقتصر بس على الافلام اللي هي السوبر هيروز، هي ممكن كمان تبقى على اي حاجة تانية، حتى افلام الرعب ممكن تعمل فيها ده، بدليل ان انت عندك فيلم زي سو مثلا. كان سو سلسلة سو حوالي 10 اجزاء. الجزء العاشر اللي هو لحد دلوقتي اخر جزء اتعمل، ده عبارة عن بريكول او قصة مسبقة، خلوا ان احداثها بتدور ما بين الجزء الاول والجزء التاني تقريبا، او قبل الجزء الاول، لان ده بقى بيتكلم عن بداية الراجل اللي عمل الالعاب كلها، اللي عاملة رعب للناس وموتت ناس، والفكرة جت ازاي والسبب، وهيجيب لك يعني ان هو هيبدأ لك برضو من اول فترة العلاج بتاعته، لان هو كان مريض، كان عنده مرض وكان بيتعالج في المكسيك. فدي كل دي طبعا تفاصيل تم استعراضها يعني. فهي طبعا خلاها برضو انها قصة مربوطة بالعالم كله، بالاجزاء كلها، عشان تتفهم اكتر تفاصيل الراجل اللي عمل اللعبة ده، وتفاصيل انه ايه اللي خلاه انه يعمل اللعبة دي.
كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى يوتيوب أحمد مصطفى. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.